السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، أحب أوضح لكم بخصوص الكتاب. أني فيصل أحمد عبيد من العراق، محافظة الأنبار. قرأت كتاب السجين وشفت، يعني من خلال قراءتي شفت الكتاب بمعاناة، خصوص القضية الكردية بسوريا والمعاناة اللي شافوها والتهجير. يعني أني شيء غريب، يعني من قراءة هذا الكتاب، يعني شخص يعني دا يدافع عن القضية الكردية في سوريا، ويتم اعتقاله بسبب مطالبة الحقوق. هم يريدون عيش كريم ويريدون حقوقهم، فهذا من يريدون حقوقهم هذا مو شيء سلبي، هذا شيء إيجابي، هذا من حقهم. يعني إذا شخص راد يدافع عن قضية، احنا هسه كعرب إذا دافعنا على قضايانا احنا شنو نريد؟ احنا نريد يعني حقوق، نريد عيش كريم، حياة رغيدة. فهذا الشخص من قرأت هذا كتاب السجين للكاتب الأستاذ علي عبد الله كولو، وأوجه شكري واعتزازي للأستاذ علي عبد الله كولو. هذا الكتاب يعني صراحة أثر بي جدا، وكتاب هذا يعني في قمة النشر، وكتاب جيد جدا. فهذا الكتاب به حقائق مؤلمة، واتضح لي هذا الكتاب ينقل معاناتهم والظلم اللي أذاهم، واللي تعرضوا من قبل النظام البائد. يعني لأن قام يعني يدافع عن حقوق الكرد، يعتبروا يعني إنسان، يعني هذا باطل وغيره. فهذا شيء زين، هذا بالعكس هذا إنسان شريف دا يدافع على أهله وعلى ناسه. أقول لكم هذا الكتاب جيد جدا، وأشكركم، وتحياتي للأستاذ علي عبد الله كولو. مع ألف سلامة، شكرا جزيلا.